السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم، ممكن ناس كتير تستبسطه وتقول ان هو يعني سهل او ملوش لازمة جامد، بس احنا لازم نفهمه عشان نخلي بالنا منه. هنتكلم النهاردة عن تشقق الاسنان. تشقق الاسنان ده هو احد المشاكل الشائعة جدا اللي بتصيب طبقة مينا الاسنان، اللي هي الطبقة الخارجية دي، اللي هي الجزء الأبيض ده. احنا عارفين ده الإنام اللي هو بيسموه المينا، وتحتيه الدنتين، وطبعا باقي التقسيمة السمنتم والحاجات التانية. فأول حاجة الإنامل ده اللي هو طبقة المينا اللي بره، لما بيجي بيحصل فيها ضعف، بتبدأ الضعف ده يخلي طبقة المينا دي يحصل فيها تشققات وتصدعات. التشققات والتصدعات ديت بتخلي السنة أكثر عرضة للكسر، وبتخلي السنة أقل مقاومة للضغط. لما تيجي تاكل عليها حاجة ناشفة تلاقيها ممكن تتكسر، لما تيجي تاكل عليها حاجة ناشفة تلاقيها بتتفتت منك كده حتت. كله ده بسبب إن في تشققات وتصدعات بتعمل لي إيه؟ بتعمل لي الكسر فيها المفاجئ ده. وده كله في الآخر بيديني نتيجة ان انا اصاب بحساسية الاسنان. فحساسية الاسنان بتيجي برضو نتيجة الموضوع ده. فقلت بيخلي الموضوع في الاخر السنان دي برضو اللي هو التشققات والتصدعات دي بتخلي السنة برضو اكثر عرضة للتسوس كمان. ما ممكن ما تتكسرش بس يحصل فيها فتحة في النص، تبدأ ان ايه، تجمع بكتيريا وبلاك وحاجات فتعمل لي تسوس. دي كانت حلقتنا النهاردة. اشوفكم الحلقة الجاية يا جمهور دولة الاسنان بهجورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.